الكبير مع الشيخ أحمد جلال. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بيها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيد أمجادنا، ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمكن أول كلمة أحب أن أنا أقولها، أنتوا وحشتوني جدا خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا دول، والله يعني لولا المرض لكنت معكم، ولكن نقول الحمد لله. ودي كانت الأمر الأولاني حبيت أتكلم فيه، الأمر الأولاني حبيت أتكلم فيه، أو ده الأمر الأولاني حبيت أتكلم فيه. الأمر الثاني أحب أشكر كل أبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا اللي كانوا بفضل الله بيدعوا دائما إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرفع عني هذا المرض، فجزاكم الله خيرا على هذا الدعاء. وبخاصة الأخوة والأخوات المشتركين معنا على الصفحة على الفيسبوك، فجزاكم الله خيرا على كل اللي أنتوا قدمتوه. ويمكن سبحان الله الواحد كان لما بيحس بتعب المرض كنت لما بخش على الصفحة واشوف الكلمات بتاعتكم، ما شاء الله جزاكم الله خيرا على كل اللي انتم كتبتوه، ويا رب اسال الله سبحانه وتعالى انه يجزيكم على كل حرف كتبتوه خير ان شاء الله. الامر الثالث، انا احبكم جميعا في الله. دول 3 حاجات حبيت ان انا اقدم بيهم حلقة النهارده. الامر الرابع، سبحان الله وكان ربنا سبحانه وتعالى كنت عديت مشروعات كتير جدا لشعبان وفيها استعداد لرمضان، ولكن سبحان الله يعني مش كل حاجة الإنسان بيتمناها ممكن ينالها، ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله نعوض في رمضان إن شاء الله. عشان كده أنا حبيت أقول إن حلقة النهاردة هي بمثابة بقى يعني إيه مراجعة ليلة الامتحان. يعني خلاص هو ده آخر درس قبل رمضان، يعني آخر درس لينا رمضان إن شاء الله الحد أو الاثنين، بس أكيد إن شاء الله الاثنين. فإن شاء الله دي آخر حلقة لينا قبل رمضان، فكان لازم إن احنا نتكلم فيها إن شاء الله على الخطوات اللي احنا لازم نمشي عليها في رمضان. وإن شاء الله نختم الحلقة بالكلام على موقفنا من يوم الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى. عايز أقول بالبداية، رمضان ما ينفعش يضيع. رمضان فرصة العمر. كتير جدا من الناس بيسموا دايما ليلة العمر بليلة الزواج. أنا بقول النهاردة حياتنا كلها إن شاء الله يعني، أو مصير كل واحد مننا متوقف إن شاء الله على الأيام اللي جاية دي، على أيام رمضان. ممكن بفضل الله إنسان طول يعني من أول السنة معاصي وذنوب وكبائر وبعد عن الله سبحانه وتعالى، ممكن حاله يتغير جدا مع ربنا سبحانه وتعالى في رمضان. ممكن بفضل الله يكتب له العتق فخلاص تنتهي كل حاجة. ممكن إنسان مننا بفضل الله يعني يكون بعد شوية عن ربنا سبحانه وتعالى في الفترة دي، ولكن سبحان الله رمضان هو فعلا ثورة تغيير. ممكن نغير فيها حياة كتير جدا جدا من حياتنا، مش حياتنا وبس، ده والآخرة كمان. يعني ممكن مصيرنا في الآخرة بيكون متوقف على شهر رمضان ده. يا جماعة جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة، وقضاعة دي كان فيها قبيلة اسمها بلة. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة فبايعاه جميعا على الإسلام. الاثنين أسلموا مع بعض، والاثنين دخلوا الإسلام مع بعض، والاثنين قدموا الأعمال الصالحة مع بعض، والاثنين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم برضو مع بعض. ثم استشهد أحدهم في معركة من المعارك، واحد منهم مات في معركة من المعارك، فخلاص لما مات في المعركة دي خلاص يعني شهيد مات شهيد عند الله سبحانه وتعالى. والتاني مكث بعده سنة ثم مات على فراشه. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت في المنام أننا وقوف على باب الجنة، أنا والاثنين اللي جم من قضاعة، فخرج من الجنة مناديا فنادى على من مات على فراشه، فدخل أولا ثم دخل ثم خرج، ثم نادى على من مات شهيدا فدخل الجنة ثانيا. قال: فعجبت إزاي واحد يكون مات على فراشه وواحد مات شهيد، اللي مات على فراشه وتخش الجنة قبل الشهيد. فبيقول أنا تعجبت غاية العجب. فهنا تبين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الرؤية دي تنتشر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما الرؤية وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيسأل طلحة بن عبيد الله عن الرؤية اللي شافها، فقال أنا الاثنين جم أسلموا مع بعض وحاربوا مع بعض وقدموا الخيرات مع بعض، وواحد منهم مات شهيد والتاني أخر سنة شهد رمضان ومات.
وبعد كده أنا شفت اللي دخل الجنة الأول اللي مات على فراشه، وبعد كده دخل بعديه الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإنسان في رواية إن وما يعجبك يا طلحة إن ما بينهما كما بين السماء والأرض. ده المسألة مش مسألة إن هو دخل الجنة قبل التاني وبس، لا ده المسألة إن بينهم أصلا في الدرجات كما بين السماء والأرض. طب الرفعة دي كلها جت منين؟ الرفعة دي كلها جت منين؟ الرفعة دي كلها جت من باب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يشهد بعده رمضان؟ هو مش الراجل ده صام بعديه رمضان؟ يا سبحان الله، سبحان الله، أكن رمضان ده ممكن يرفعني المنزلة العالية دي كلها. أيوة ممكن يرفعك المنزلة العالية دي كلها. رمضان شهر الفرص، رمضان شهر العطاءات، رمضان شهر الخيرات، بس مش كل واحد هياخد العطاءات دي، ومش كل واحد هياخد الخيرات دي، ومش كل واحد هيحصل الأجور دي كلها. علشان كده أنا جاي النهاردة بقول إحنا هنصوم رمضان بأي نية. أنا معايا النهاردة حوالي 19-20 نية نصوم بها رمضان، وبإذن الله يعني احتسبوا ده، علشان عايزين النهاردة نحط إجابة لسؤال إحنا هنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى إزاي في رمضان؟ كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في رمضان؟ أحبابي، أنا أول حاجة أنا هصوم رمضان النهاردة أولا إرضاء لله سبحانه وتعالى، هذه النية الأولانية، لأن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى ليا، أمر ربنا إنك تصوم رمضان. خلاص النية الأولانية نكتب كده، النية الأولانية إن أنا بمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى اللي هي دلالة على تقوى القلوب. يبقى أول نية النهاردة معانا وإحنا بنصوم رمضان، والنوايا دي هتفرق معانا كتير جدا في الصيام لو استحضرناها. أول حاجة أنا بعظم أمر الله سبحانه وتعالى وبمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وبقول له يا رب أنا ليك عبد، أنا من النهاردة عبد، من أول رمضان إن شاء الله أنا بقيت عبد، ولحد ما أموت بإذن الله أنا أصبحت عبد ليك. فمن النهاردة أنا هنفذ الأمر امتثالا لأمرك يا رب، علشان أكون من الناس اللي أنت قلت عنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا هصوم رمضان امتثالا لأمر الله اللي أمرني بالصيام. كتب عليكم الصيام، أمرتم بالصيام، فرض عليكم الصيام، أنت أمرتني بالصيام يا رب، امتثالا لأمرك يا رب أنا هنفذ هذا الأمر، أنا هنفذ هذا الأمر يا رب. يبقى الأمر الأول أنا هصوم رمضان، أنا بنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. أنت صايم ليه؟ أنا بنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. أنت صايم ليه؟ أنت ليه تركت طعامك؟ أنت ليه تركت شرابك؟ كل ده علشان ربنا سبحانه وتعالى، لأني بحبه، لأني بحبه، وحب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دفعني للصيام. أنا بحبه جدا، والله بحبه جدا، لأنه لطيف بيا جدا. ياما شافني على معصية وما عاقبنيش، وياما شافني مقصر في طاعة وما أنزلش علي عذاب من عنده، ومع ذلك هو بيديني الفرصة أن أنا أخش رمضان عشان أتغير. يا رب أنا بحبك، والله يا رب بحبك، وهمتثل أمرك وهصوم رمضان، وهيكون أحلى رمضان يمر عليا في حياتي. أنا هنفذ الأمر، وهتجد مني يا رب أحسن شهر بإذن الله صيام السنة دي بإذن الله تبارك وتعالى. يا رب أنا هحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام لي والأجز به. أنا يا رب هسيب ده كله ليك. هو ربنا بيعلمك كده، بيعلمك من بداية أنت سايب ده كله له سبحانه وتعالى. استشعر المعنى ده، إنك لما سبت المية دي يا رب أنا سبتها وأنا محتاج لها ليك، وبخاصة إحنا في الصيف سبتها وإحنا محتاج لها جدا يا رب. أنا محتاج للمية دي وسبتها لك، صدقني هتكون غالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا هصوم علشان احتسابا أو امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ده الأمر الأول. الأمر الثاني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. همشي مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة 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 لحد ما إن شاء الله بإذن الله أوصل معاه، أكون معاه في الجنة بإذن الله. هو اللي أمرني بالصيام، وأنا هقول له يا رسول الله أنا بحبك وهمتثل أمرك كمان لأن أنت أمرتني بالصيام. هصوم رمضان ليه؟ 3، لأن زي ما قلت لك شوية المية دول اللي انت سبتهم دلوقتي في الدنيا هيبقوا غاليين جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيجازيك بمية، يعني مية صائحة وجميلة واحنا في حر وتعبانين. صدقني والله ليك شوية مية أحسن منهم 5000 مرة. النية الثالثة أنا هترك المية دي، أنا هترك الطعام والشراب ده علشان ألاقيهم القيامة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. روى الإمام البزار في مسنده بإسناد قال عنه الإمام المنذر رحمه الله إسناده جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد أنزلوا الشراع في ليلة مظلمة إذا منادي ينادي عليهم ملك من ملائكة الله. حب يوصل لنا المعنى ده، إنك لما هتسيب شوية المية دول لله صدقني غاليين قوي عند ربنا، والله غاليين قوي عند ربنا. أنا هسيبهم علشان ربنا يسقيني يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فإذا منادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أقفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا.
فقال إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف. أنا بدأت بالنية الثالثة ده، بدأت بيها وخليتها في أوائل النوايا بتاعتنا علشان أقول لك لأن ده الوقت، إحنا في الصيف وجو حر والناس محتاجة المية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه من عطش نفسه في يوم صائف، يوم صائف يعني يوم حر، من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. اليوم بقى اللي هو فعلا أنت محتاج فيه للمية، اليوم اللي بالفعل أنت محتاج فيه إن شوية مية صغيرين قد كده، صدقني شوية المية دول هينفعوك جدا 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 في يوم القيامة لأنك سبتهم لله. اليوم ده اللي خلاص الشمس فيه بقى اقتربت من الرؤوس خالص خالص، والناس غرقانة في عرقها، وكل واحد غرقان في عرقه على قدر عمله. سبحان الله، انت مش شايل هم اي حاجة. من آوى الى الله عز وجل في نهار رمضان، في الصيف الحار، من آوى الى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت فترك طعامه وشرابه من اجل الله، سقاه الله عز وجل، اواه الله عز وجل يوم القيامة الى ظله، وتولى الله تبارك وتعالى ان يسقيه في يوم الظمأ. يا محتاجينها وما تنسوهاش. أنا هصوم رمضان النهاردة رغم أن الجو حر جدا، وأنا من نيتي إن شاء الله أن كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى يكون سبيل إن أنا مين؟ أنا ولا حاجة، ولكن يتولى الله عز وجل أن يسقيني يوم الظمأ، يوم القيامة في الحر الشديد ده. اللي هيتولى أنه يسقيني هو الله سبحانه وتعالى. يبقى النية الثالثة أنا هصوم إن شاء الله بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يسقيني يوم الظمأ. الأمر الرابع علشان إن شاء الله أخش الجنة ومن باب الريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لبابا يقال له ريان لا يدخل منه إلا الصائمون، من دخله شرب ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. بس انتهت، ده أنت هتشرب بعد كده من الجنة، هتخش الجنة من باب الريان. قال أهل العلم، أنت عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من أهل الصلاة نودي عليهم باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد نودي عليهم باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليهم باب الصدقة، إلا الباب ده، وإن كان من أهل الصيام نودي عليهم باب الريان. ليه النبي ما قالش باب الصيام؟ لا، أنتوا عارفين يعني إيه ريان؟ الريان مأخوذ من الري الذي هو ضد العطش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فكان الجزاء من جنس عملهم، لما عطشوا أنفسهم لله عز وجل في الدنيا جزاهم الله سبحانه وتعالى بالسقيا في الجنة من هذا الباب اللي هو اسمه الريان، اللي هيخش منه هيشرب ولا يشرب عمره ما هيظمأ أبدا. أنا عايز أخش الجنة. النية الخامسة، أنا عايز إن شاء الله أصوم رمضان وهتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات في رمضان، مش عشان أخش الجنة وبس، لا، ده أنا عايز نية من ضمن النوايا دي النية الخامسة، إن أنا أطلع في أعلى درجة من درجات الجنة. أعلى درجة من درجات الجنة بالصيام. أيوة بالصيام. إن أنا نسيب شوية مية دول. أيوة أنت ليه حاسس إن المسألة أنت عند ربنا غالي؟ لما تترك طعامك وشرابك واحنا في حر شديد انت عند ربنا غالي. احتسب هذه النية. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته، مع من أنا مع مين؟ لما أصوم رمضان وأقوم رمضان أنا مع مين؟ قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب هنا السؤال اللي هيطرح نفسه، هو أنا النهاردة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دول في أي درجة من درجات الجنة؟ ده دول في الفردوس الأعلى في جنة عدن. أهو أنت هتكون كده. يبقى شوف ربنا، شوف سبحان الله، ربنا عطيك الشهر ده علشان يرفعك في درجة إيه؟ ده في أعلى درجة من درجات الجنة، علشان تكون من أقرب الناس من الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين ان جنة عدن سقفها عرش الرحمن، يعني أقرب الناس لربنا سبحانه وتعالى الناس اللي في الدرجة دي، الناس اللي في الطبقة دي. انو النية دي ان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك في أعلى هذه الدرجات يوم القيامة بإذن الله. النية الستة، انت بتصوم رمضان علشان انت عارف يقينا ان يوم القيامة في أهوال، وكل واحد في هذا اليوم بيبحث على حد يشفع له، بيبحث عن حد ياخد بإيديه علشان يخلصوا من الأهوال دي كلها. الناس كلها في أرض المحشر، كل واحد ليس له إلا هدف واحد، ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. يبقى أعظم شيء عايزه أهل المحشر، عايزين حد يشفع لهم، عايزين حد ياخد بإيديهم كده ويخرجهم من الأهوال دي. يا جماعة اليوم ده مش سهل، اليوم ده صعب جدا، كل حاجة فيه متلخبطة.
بالنسبة لموازين الدنيا. الشمس خلاص كورت، السماء تصدعت، الأرض تزلزلت، النجوم تتساقط، البحار خرج منها نار، الجبال بتنسف، كل واحد رعب يا جماعة، رعب رعب. الشمس قربت من هنا، مش ممكن رعب وذعر وخوف. كل واحد مننا شايف أعماله بين إيديه، ووجدوا ما عملوا حاضرة. كل واحد شايف أعماله بين إيديه، رعب. أنا محتاج حد يشفع لي في اليوم ده، محتاج حد ياخد بإيديا في اليوم ده علشان يطمن قلبي شوية. ساعتها هيجي رمضان، ساعتها يجي رمضان يهون علينا كل ده، يهون علينا كل ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يشفع ليك، سبحان الله. الناس كلها عمالة تدور على شفعاء، انت معاك الشفيع اللي خلاص شفيع مضمون بين ايديك، هياخد بايديك يخلصك من الاهوال دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنية الثابتة عندنا النهاردة، انا صايم رمضان علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله باذن الله يكون ليا شفيع بين ايدين ربنا يوم القيامة. انت ليه عايز تصوم رمضان؟ عايز اصوم رمضان علشان ابعد عن النار، علشان ابعد عن النار. يجي رمضان يخلصك من كل ده، رمضان هيخلصك من كل ده. النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث له وضح لنا ان رمضان ده، صدقوني رمضان ده هو المخلص بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، هو المخلص، هو سبيل النجاة، سبيل النجاة. يبعدنا عن النار، هيبعدنا عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفا. وفي رواية صحيحة عند النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال: باعد الله وجهه عن النار مسيرة 100 عام. وفي رواية أيضا صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا وقد جعل الله من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني إيه الأحاديث دي كلها؟ الأحاديث دي أنا هديك معناها بس لما تفهم معايا المعنى اللي جاي ده. خندق حفروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عمقه كان لا يتجاوز 7-8 متر، حال بين دخول المشركين إلى المدينة. طيب لما يكون عندي خندق، حفرة يعني حفرة عمقها مثلا 100 متر، هقدر أعدي من المكان ده؟ يعني مثلا أنا هنا وعايز أعدي الجانب ده، وفي النص بيني وبين الجانب ده حفرة عمقها 100 متر، ممكن أعدي؟ لا. طب أنا لما أقول لك النهاردة أنت بينك وبين المكان ده حفرة عمقها 1000 متر، هتعرف تعدي؟ لا. النبي بيقول لك كل يوم هتصومه ده معناه ان في خندق بينك وبين النار كما بين السماء والارض، يعني مسيرة 500 سنة. النبي بيقول لك انك عمرك ما هتعدي، النبي بيقول لك مستحيل انك تعدي. عايز اوصل لك المعنى ده اكتر لما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في اخر رجل يخرج من النار الى الجنة، كانت اعظم امنية له ايه لما خرج من النار؟ اعظم امنية له قال: ربي اصرف وجهي عن النار. النار قدامي، انا عايز النار تبقى في ظهري، مش عايز اشوفها، منظرها مرعب. دي اعظم امنية، اغلى امنية لاخر واحد خارج من النار داخل الجنة. طيب تخيل انك اليوم الواحد، شوف رمضان هيعمل معانا ايه، اليوم الواحد هيبعدنا عن النار، مش هيودي وشنا بعيد عن النار، ده هيبعدنا عن النار مسيرة 100 عام، وفي رواية مسيرة 70 عام. طب 30 يوم في 100، اتفضل انت بقى، هذا كم هائل من السنوات تبعد بينك وبين النار. يعني بيقول لك رمضان هيبعدك تماما عن النار. علشان كده ناخد النية السبعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اكتر شيء ممكن تتحصنوا من النار بيه هو رمضان، هو الصيام. علشان كده عايز الكل يقبل على الصيام، عايز الكل ان شاء الله يهتم جدا. الناس اللي ما صامتش في شعبان حاجة، خلاص صوم النهاردة وبكرة وبعده، قدامنا 3-4 أيام، صوم وكتر جدا من الصيام، اجتهد. ليه؟ لأن أكتر شيء هيحمينا وهيقينا من النار بإذن الله تبارك وتعالى، الحصن بتاعنا الحصين اللي هينجينا من النار هو الصيام، هو الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي رواية: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. عارفين يعني إيه كجنة أحدكم من القتال؟ أنتوا عارفين ربنا يعزكم كده، واحد بيقاتل بيبقى ماسك درع كده، أي حد يجي ضربه سيف هو ماسك الدرع ده بيقي الضربات دي كلها. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول الصوم جنة، بالله عليكم لما يكون في مقاتل واخد الدرع ده، واحد بيضرب بسيف مثلا، ممكن الإنسان ده يصاب بضربة سيف؟ أبدا، لأن ده حماية له، وقاية له. عامل زي النهاردة بقى في زماننا ده مثلا، زي مثلا إيه الناس الأمراء ورؤساء الجمهوريات
البنات اللي بيبقى لابس ايه، يقول لك لابس قميص رصاص عشان لو اتضرب بالنار النار ده لا يؤثر فيه. فنفس الكلام احنا عايزين حاجه تحمينا من النار يوم القيامه. ايه اللي يحمينا من النار يوم القيامه؟ اللي يحمينا من النار يوم القيامه هو ده الصيام. رمضان يجي علشان يكون حصن حصين وقاية لنا من النار. الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. وفي رواية قال عليه السلام الصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله يوم القيامة. يا ربي يا ربي يستجن بها العبد من عذاب الله، يستجن بها العبد من عذاب الله. كل النبي يقول لنا من عذاب الله، يبقى دي من عذاب الله في الدنيا، من عذاب الله في الآخرة، وقاية حفظ حماية لينا كلنا، هيغيرنا تماما وهيحمينا. يا جماعة رمضان وقاية، رمضان حفظ، رمضان يكون سبب في حفظنا من نار جهنم يوم القيامة. خدوا بالكم النية رقم 8. رمضان يجي لنا علشان سبحان الله يا جماعة احنا محملين بذنوب، محملين بمعاصي، ذنوبنا كتير قوي والله احنا نفسنا نتحرر منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يشبه كده اثر الذنوب علينا قال ان الذنوب دي عامله بالظبط زي واحد لابس قميص حديد متسلسل كده. هي دي ذنوبنا مكتفانا كده. تيجي تقوم تصلي قيام ليل وانت متكتف، تيجي تقرأ قرآن انت متكتفه، تيجي تعملي عمل خير متكتفين. ليه؟ ما هو الذنوب كده، الذنوب عامله زي درع على جسم الانسان متكتف عليه كده. سبحان الله اذا عملنا حسنه خلاص اتحلت، حسنه ثانيه اتحلت درع شويه، يفضل يوسع 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 لحد ما الدرع ده خلاص يبعد عننا تماما ونبقى بفضل الله احرار. يجي رمضان علشان يحررنا من كل هذه القيود. رمضان هيحررنا من كل هذه القيود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصلاة والصيام. كل الذنوب اللي انت عملتها طول السنة، الذنوب اللي احنا ارتكبناها طول السنة، يجي رمضان بفضل الله عز وجل يكون سبب ان ربنا يمحو عننا كل هذا الكلام. خلاص كل حاجة بتتمحى، كل حاجة بتتغير. احنا محتاجين ده، يا محتاجين والله ده. محتاجين كمان رمضان علشان تحرير آخر، وده النية رقم 8. تحرير آخر. عارفين التحرير ده منين؟ التحرير هنحرر الرقاب دي. عارفين العبد ده كانوا بيقولوا له انت حر، احنا حررنا رقبة، الرقبة دي خلاص احنا حررناها، العبد بقى حر منطلق في سبيل الله. احنا عندنا في رمضان يجي رمضان علينا ب60 فرصة عتق، 60 فرصة عتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لله عز وجل في كل يوم وليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. عايزين نتحرر من النار، عايزين نكون من اللي ربنا هيعتقهم من النار. فرصة رمضان فرصة ما بعدها فرصة. دي النية التامنة انك تحرر نفسك من النار. هتحرر نفسك من الذنوب، النية التاسعة انك تحرر نفسك من النار. خلاص فرصة انك تعتق هذه الرقبة من النار. هذه الرقبة اللي ياما اجتهدت في معصية الله، فرصة ان هي خلاص تحرر من معصية الله وتحرر من النار. وإن لله في كل يوم وليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. كل يوم بالنهار في فرصة للعتق، وكل يوم بالليل في رمضان فرصة للعتق. النية العشرة. رمضان كلنا والله يا جماعة مثقلين بالهموم، كلنا مثقلين بالألام. كل واحد فينا عنده مشكلة عايش فيها. ده عنده مشكلة مرض عايش فيها ومبهدلها آخر بهدلة، وده عنده مشكلة دين سود عليه الحياة، وده عنده مشكلة ولد فاسد مبهدله آخر بهدلة، ودي عندها مشكلة مع زوجها يا موريها الأمرين، ودي عندها مشكلة وده عنده مشكلة. يا جماعة صدقوني والله كل المشكلات دي يا جماعة أي وزير بجرة قلم ممكن يحل لك مشكلة. لو أنت مريض، يعني لو أنت مريض وعايز تتعالج على نفقة الدولة، جرة قلم من مدير المستشفى خلاص دخلت عملت العملية وطلعت الحمد لله معافى. لو أنت النهاردة مديون وعليك ديون كتير جدا جدا جدا، راجل مليونير بجرة قلم على شيك خلاص قضى عنك كل ديونك. لو انت النهاردة سبحان الله عندك مشكلة بجرة قلم من وزير اتحلت كل مشكلة. لو انت النهاردة نفسك تتزوج وما عندكش شقة، بجرة قلم من وزير الإسكان اداك الشقة. يا جماعة ربنا فين من حياتنا؟ رمضان داخل وكل واحد عنده مشكلة، عندنا 60 فرصة ان المشاكل دي تتحل. ودي النية العشرة، 60 فرصة ب60 دعوة مستجابة ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لله عز وجل في كل يوم وليلة من ليالي رمضان دعوة مستجابة. كل يوم لك دعوتين مستجابتين.
كل يوم، بالنهار ليك دعوه مستجابه، وبالليل ليك دعوه مستجابه. الناس اللي عندها مشاكل ما تغفلوش، هتصوموا رمضان بالامر ده، ودي من اعظم رحمات ربنا سبحانه وتعالى اللي هيديها لنا في الشهر ده. من اعظم رحمات ربنا اللي هيديها لنا في الشهر ده هو ده. عارف ايه؟ الدعوات المستجابه. ربنا سبحانه وتعالى يعطيك 60 دعوه مستجابه، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا في رمضان. هنصوم رمضان ليه؟ هنصوم رمضان كمان، ودي النية رقم 11. هنصوم رمضان كمان علشان إن شاء الله ربنا يختم لنا كده، لو كان ربنا قدر بوفاة أحد يختم له بخاتمة السعادة، بخاتمة الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما فختم له به دخل الجنة. اللي هيموت وهو صايم دي علامة من علامات حسن الخاتمة، علامة من علامات حسن الخاتمة. احنا ما نعرفش الأعمار كلها بيد الله، احنا نصوم عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا. هنصوم رمضان ليه؟ علشان ربنا يعطينا من رحماته، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطينا من خيره. رمضان هو شهر رحمات، رمضان هو شهر تفتح أبواب الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. أبواب الرحمة اتفتحت لينا كلنا يا جماعة. الناس المرضى أبواب الرحمات بتتفتح، الناس اللي وقع في مشاكل أبواب الرحمات بتتفتح، الناس اللي عندها مشكلات عويصة ملهاش حل أبواب الرحمات بتتفتح. إحنا فين من رمضان؟ إن شاء الله ده كله في رمضان. ليه هتصوم رمضان؟ أصوم رمضان كمان علشان زي ما قلنا دلوقتي لخاتمة السعادة، وعشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. النية رقم 13. إحنا هنصوم رمضان كمان علشان إن شاء الله ربنا ينجينا كمان من عذاب القبر، لأن من أعظم الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقي بها العبد من عذاب القبر هو الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اسمع الكلام ده: وإن العبد المؤمن إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه، الصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وأفعال الخير من بر وصلة عند قدمه، فيؤتى أي العذاب يأتيه من قبل الرأس، فتقول الصلاة من قبل مدخل ما قبل مدخل، فيأتيه العذاب من قبل اليمين، فيقول الصيام ما قبل مدخل ما قبل مدخل. الراجل ده ياما اجتهد في رمضان، وياما اجتهد في شعبان، وياما اجتهد في صيام النوافل، ما قبل مدخل. الراجل ده لا يعذب من جهتي أبدا، نجاة من العذاب. ليه هنصوم رمضان كمان؟ النية رقم 14. هنصوم رمضان كمان علشان نضاعف حسناتنا. حسناتنا هتضاعف جدا بصورة لا يتخيلها إنسان في رمضان. في رمضان عارفين إزاي؟ طب نسمع كده ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. إلا الصيام. أي ميزان للعمل إن الحسنة ب10 والعشرة ب700. ده الميزان الطبيعي لأي عمل إحنا ممكن نعمله. سقيت واحد كان عطشان، حسنة، والحسنة ب10 إلى 700 ضعف. جالك واحد في بيتك أكرمته بكوباية شاي، ده إكرام ضيف، الحسنة ب10 والعشرة ب700. رمضان ميزانه مش كده. رمضان ميزانه مش كده. الصيام ميزانه مش كده خالص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي، ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا أجره إيه. طب يا ترى يا رب الميزان إيه؟ الميزان ربنا ما ذكرهوش علشان يقول لك بص، أي عمل الحسنة ب10 والعشرة ب700 إلا الصيام. أجره أنا مش هقول لك أجره إزاي، بس يجي النبي بمعنى جميل كده، ظريف كده جميل جدا، يوضح لنا، يقول لنا طب خدوا بقى ثوابكم انتوا بقى، الميزان بتاعكم ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام شهر الصبر. شهر الصبر هو شهر رمضان، وربنا سبحانه وتعالى يقول: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الحسنه انت ما تعرفش اصلا ربنا بيضاعفها لك قد ايه. علشان كده ربنا لما قال الا الصوم فانه لي، مع ذكر ميزان الحسنات يقول لك تعظيم الحسنات ومضاعفة الحسنات هذه نسبت إلى الله، ومن نسب إلى الله كان هذا دالا على التعظيم والتشريف والتكريم. ومعنى أن ربنا يعظم ويشرف هذه المضاعفة ده معناها أن هي خلاص بغير حساب. يعني احنا ممكن نخرج من رمضان بمليارات، لا مش هنعرف نحسبها، بما لا نهاية له من الحسنات، بس خلونا نحتسب هذا الأجر. هنصوم رمضان ليه؟ ودي النية رقم 15. أنا هصوم رمضان علشان أخد العلامة الخاصة بالصائمين اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيها الصائمين يوم القيامة يتجمعوا مع بعض، لأن دي السمة بتاعتهم. عارفين إيه العلامة دي؟
طب تعالوا نشوف الأول، نروح على الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. ألا قولوا لي، هو في عمل أعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من الجهاد؟ أظن ده ذروة سنام الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ساعة واحدة في سبيل الله، ساعة واحدة في الجهاد أفضل عند الله سبحانه وتعالى من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ده كله عشان يقول لك عظيم فضل الجهاد عند ربنا سبحانه وتعالى. إنك لو قمت ليلة القدر عند الحجر الأسود جمعت شرف المكان، أفضل مكان على وجه الأرض، وعند في بيت الله الحرام، وشرف الزمان ليلة القدر، وفي شهر رمضان، وشرف العبادة إنك تكون بتصلي قيام الليل. كل ده يعني ساعة واحدة عند ربنا سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيل الله أفضل من ده كله. وخد بالك إن المكلوم ده، الإنسان اللي جرح في سبيل الله، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا بعث يوم القيامة جرحه ده بينزف. اللون لون الدم، والريح ريح المسك. اللون لون الدم بس الريح ريح المسك. ده المجاهد في سبيل الله. طب ما تيجي نشوف كده الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خد بالك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الريح زي ريح المسك بالظبط. طب ما تيجي تشوف الخلوف بتاعك. على فكرة بعض الناس يقول لك الخلوف، لا، الخلوف دي لغة غلط. الخلوف هو الذي يخلف الوعد، ده غلط، وما ينفعش اقول على الصائم خلوف او اقول خلوف فم الصائم. الخلوف لغة اللي هو يخلف الوعد، كثير في مخالفة الوعد، ولكن الضبط الصحيح: ولا خلوف فم الصائم. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله، أكن الريحة دي أحب عند ربنا من دم الشهيد. خد بالك من المعنى ده. اللون لون الدم والريح ريح المسك في دم الشهيد، إنما خلوف الصائم، خلوف فم الصائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللون لون الدم، قال صلى الله عليه وسلم فيه: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. هنصوم رمضان ليه؟ هنصوم رمضان ودي النية رقم 16 علشان نطهر قلوبنا من المعاصي والذنوب والسيئات. ومش كده بس، هنطهر قلوبنا من، والعياذ بالله، من الصفات السيئة: الغل، الحسد، البغضاء، الكراهية وغير ذلك. طب ده كله هيجي من الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يمكن بعضكم هيسمعه لأول مرة: صيام شهر الصبر وصيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غله وحسده وغشه. صدقوني أي إنسان في قلبه بعض المعاني السيئة. أختي بتقول: أنا لما حفظت القرآن بدأت أحفظ، بدأت أشعر بكبر شوية. واحد يقول: أنا بدأت أطلع منبر وأعلم الناس، بدأت أشعر بغرور شوية. صدقني الصيام يجي ربنا سبحانه وتعالى بالصيام ده، وبخاصة رمضان. مش بقول لك رمضان هيغير كل حاجة في حياتنا، هيغير كل حاجة في حياتنا، هيجي على القلب زي ما قلنا دلوقتي: يمحو الذنوب من على القلب. النية رقم 16 هيجي عشان يطلع كل، والعياذ بالله، شيء مش كويس في قلوبنا من الصفات المذمومة، يطلعها تماما من قلوبنا. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر، صيام رمضان صوم شهر الصبر، وإيه كمان؟ وصيام 3 كل شهر يذهبن وحر الصدر. هتطهر القلوب. رمضان شهر التغيير، يبقى دي طهارة القلوب. طب ما أنا عندي مشاكل في عينيا، وعندي والعياذ بالله مشاكل في السر بعملها كتير. هقول لك دي النية رقم 17 من وراء رمضان. ودي بقول لك هي دي ثورة التغيير. النبي بيقول إن الصيام هو الحل الوحيد للشباب اللي بيكابد أو بيعاني من مسألة الشهوة. هو ده الصيام هو اللي هيحصنك من ده كله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فرغ شهوتك في حاجة حلال. طب واللي ما يقدرش، واللي ما عندهوش استعداد أو لسه صغير في السن؟ قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ليه؟ قال: فإنه له وجاء، هيحفظ ليك شهوتك. الله، يبقى ده تغيير كمان، ولكن تغيير بقى على البدن. فإنه له وجاء، هيحفظ لك عينك إن شاء الله، هيحفظ لك فرجك، مش هيتوجه أبدا لحاجة حرام أبدا. فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هو الحماية والحصانة. الله، ده رمضان غير، رمضان حماية، رمضان وقاية، رمضان تغيير. أيوة، رمضان تغيير. عشان كده قلت لك رمضان من البداية هو رمضان التغيير. رمضان كمان ليه؟ النية رقم 18 علشان أفوز برضا ربنا سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى يرضى إلا عمن يمتثل الأمر. أنا همتثل الأمر لأن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، همتثل عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، وربنا سبحانه وتعالى يرضى على هؤلاء.
هيرضى على هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: بمحلوف رسول الله ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان. ما في ده أفضل شهر ممكن يمر عليك. ليه؟ لما يعد له المؤمن من طاعة الله. أنا لازم أعد العدة لطاعة الله في هذا الشهر الكريم. عد العدة علشان ربنا يرضى عنك. ابدأ جاهز دلوقتي. الناس تبدأ تحوش من دلوقتي. الناس تبدأ تحوش من دلوقتي. الناس تبدأ تحوش من دلوقتي عشان تبدأ تتصدق في رمضان. الناس تبدأ تجهز طاعتها من دلوقتي علشان تخش على رمضان. الناس بفضل الله أنا سعيد جدا. الناس اللي أنا شفتهم في المكتبات النهاردة بدأوا ينزلوا يشتروا الحوامل. حبيت أسألهم: أنت اشتريت الحامل ليه؟ يقول: أنا بعد العدة عشان القيام في رمضان، علشان صلاة التهجد في رمضان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الناس اللي بدأت تسأل مين اللي هيصلي في المسجد ده ومين اللي هيصلي في المسجد ده، والناس اللي بدأت تعد العدة: أنا هصلي التراويح فين السنة دي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بدأوا يعدوا العدة رمضان. يا جماعة شدوا حيلكم، عدوا العدة في رمضان. وعايز أحذركم، قال الإنسان بمحلوف رسول الله: ما أتى على المؤمنين شهر خير له من رمضان، وما أتى على المنافق شر له من رمضان، ولما يعد له من تتبع غفلات الناس وعوراتهم. في ناس هيتتبعوا عوراتكم، في ناس عايزين يضلوكم في رمضان، مسلسلات، أفلام، مسرحيات، إعلانات، برامج. خدوا بالكم، الناس دي عايزين يضيعوا عليكم رمضان. انتبهوا. عايزين ايه ليه كمان نصوم رمضان؟ ودي النية رقم 18 علشان قال رسول الله، خش على الحديث على طول. قال رسول الله: صعد المنبر ذات يوم فقال: امين 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 امين. ايه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل فقال: يا محمد، من ادرك رمضان فلم يغفر له، من ادرك رمضان فلم يغفر له فابعده الله اي عن رحمته، في روايه على الجنه، وفي روايه واكبه على وجهه في النار. قل امين. فقلت امين. احنا ما عندناش استعداد ان احنا نخسر رمضان. خساره رمضان معناها انك هتبعد عن رحمه الله، انك هتبعد عن الجنه. خساره رمضان معناها انك والعياذ بالله هتكب على وجهك في جهنم. عايز اوجه رساله تحذير لكل الشباب ولكل البنات اللي بيفطروا رمضان وبدون اعذار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رايت الليله اي في المنام اتيان فأخذا بضبعي وقال لي: انطلق. فأتى بي جبلا وعرا فقلت لهم: إنه جبل وعر. فقال: إنا سنسهله عليك. فانطلقت. قال: فسمعت بكاء وصراخ وعويل. فقلت: ما هذا البكاء والصراخ والعويل؟ قال: هذا بكاء أهل النار. ثم مررت على أقوام معلقين من عراقبهم، متعلق من العرقوب اللي هو الوتر اللي بيبقى في آخر الرجل من تحت ده. الوتر ده واحد متعلق كده، مقلوب كده، رجليه فوق وراسه تحت، مشققة أجداقهم، بقهم متقطع حتت تسيل دما. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: يا محمد، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الفطر. الناس اللي بتفطر في رمضان عمد والعياذ بالله. زي ما هم ده شهر خير، المفروض انت تقبل، انت عكست حالك عند ربنا سبحانه وتعالى في قبرك هتبقى كده، يبقى معكوس، رجليك فوق متعلق من رجليك والعذاب شديد عليك وبقك وبتقطع حتت وبتسيل دم. انا خايف عليك. الناس اللي بتفطر في رمضان خدوا بالكم، والله العظيم خايف عليكم. رمضان يا اما يطلعكم فوق جدا جدا لاهل عليين، يا اما والعياذ بالله هنكب في اسفل سافلين على وجوهنا في النار. شبابنا ربنا يا رب يحفظكم. عايز اقول كمان، اختم بنصيحه دي. انا عايز رمضان مش لينا لوحدنا. انا عايز ال 18 19 نيه اللي انا قلتهم الان الشباب يفرغوهم ونشروها على النت ان شاء الله باذن الله. بعد الحلقه انا هرفعها لكم ان شاء الله على الصفحه. يا ريت كل الناس تخش على صفحه الشيخ احمد جلال بالعربي، الشيخ احمد جلال على الفيسبوك. ان شاء الله هتلاقوا النوايا دي كلها ان شاء الله مكتوبه على الصفحه باذن الله، وهتبقى موجوده برضو في مشروع الهدايه. الاخوه اللي عايزين ياخدوها باذن الله تبارك وتعالى، كل النوايا دي موجوده ان شاء الله بحيث ننشرها نعرف الناس. عايز اقول رمضان شهر الدعوه، رمضان شهر الدعوة يا جماعة. احنا داخلين على فترة حرجة جدا 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 في تاريخ مصر. تاريخ مصر كله بيتغير، يا إما الدولة محفوظ فيها الدين وأهل الدين فيها مكانتهم محفوظة ومرفوعة وراية الدين شامخة كده، يا إما مرحلة والعياذ بالله انتشار للعلمانية وطعن في الدين وطعن في الإسلام وإهلاك لكل القنوات الإسلامية وإهلاك لكل المشايخ. أنا عايز أقول المرحلة اللي احنا جايين عليها مرحلة صعبة، محتاجين جدا في رمضان نقرب من ربنا، محتاجين ناخد بإيدين الناس للمساجد. يا جماعة أنا عايز مشروع ده ويبقى ده مشروعنا في رمضان، مشروع الأخ الواحد أو الأخت الواحدة. إيه المشروع ده؟ أنا عايز المشروع ده، والله أنا مش قادر أصلا أجي النهاردة، كنتش قادر إن أنا أجي أسجل، ولكن جيت علشان أنشر المشروع ده بيننا كلنا. يا جماعة إحنا عايزين مشروع الأخ الواحد أو مشروع الأخت الواحدة. إيه المشروع ده؟ إن أنا النهاردة وأنا نازل لصلاة قيام الليل في المسجد أنا معايا أخ، ابن خالتي، ابن عمي، قريبي، أخويا، صاحبي، جاري،
لازم وانت رايح المسجد النهارده على الاقل معاك واحد، وانت نفس الكلام رايح المسجد معاكي واحده. يا جماعه النهارده لو قدمنا مشروع الاخ الواحد، الملايين اللي احنا شفناها السنه اللي فاتت في المساجد هتتضاعف، هيبقى الضعف ان شاء الله. الناس الان قلوبها اتملت سياسه، واتملت قرف السياسه، واتملت من هم السياسه ووجع الدماغ اللي احنا فيه. الناس محتاجين ان هم يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. عايز اقول عايزين ناخد بايدين الناس. يا ريت يا جماعه كلنا نرفع مشروع الاخ الواحد داخل رمضان باذن الله. مشروع الاخ الواحد محتاجين جدا ان احنا ننفذ هذا الامر. وبإذن الله يا جماعة في ناس بتطلع من رمضان برمضان واحد بس، وفي ناس بتطلع من رمضان ب50,000 رمضان. واحد دعا واحد لصلاة التراويح، اتكتب له قيام ليلتين، ليلته وليلة اللي جابه الأخ اللي جابه. النهاردة بإذن الله لو خدت معايا 3، خدت قيام 3 ليالي، خدت 4 ليالي، 4 في 30 واحد يبقى 120 ليلة، ده غير قيامي أنا. في ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله عاملة شغل جميل جدا جدا جدا، وهتنطلق في الدعوة في رمضان. انطلقوا، اتحركوا، وزع مطوية، وزع شريط، وزع اسطوانة، وزع كتيب، خد واحد معاك للمسجد، اقعد مع واحد اقرأ معاه قرآن، فطر صائم، فطر صائم. المناظر الجميلة اللي احنا بنشوفها كل يوم، اللي احنا بنشوفها كل رمضان، محتاجين جدا احنا نأكد للناس عليها. الزوج وزوجته والأولاد اللي خدوا العربية وطلعوا على الطريق بيفطروا الناس، ان شاء الله لا قوه الا بالله. عايزين المعاني دي تكون موجوده ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى انه يجعل رمضان ده هو افضل رمضان، ويرزقنا فيه التغيير، ويا رب ربنا يعني يفرج كرب كل المكروبين. يا رب كل انسان مريض عافيه واشفيه حتى يدخل رمضان باذن الله مش يعني وقد شفاه الله سبحانه وتعالى وهو معافى باذن الله تبارك وتعالى. كل مهموم يا رب فرج همه، كل مكروب فرج كربه، كل مديون يا رب ساعده في قضاء دينه. عايز اقول واختم بقى في اخر 10 دقائق معنا في الحلقه ما يتعلق بإذن الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة إن شاء الله. أنا عايز أقول بإذن الله تبارك وتعالى كل أخ مسلم غيور على دينه بيحب دينه لازم ينزل إن شاء الله لميدان التحرير بإذن الله يوم 29. هننزل بإذن الله علشان نوري الدنيا كلها أخلاقنا، هننزل عشان نوري الدنيا كلها أدبنا وطباعنا. يا جماعة زوجة أبو سفيان هقول لكم الموقف ده علشان يكون ده حلنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. زوجة أبو سفيان بتقول له أنا ما رأيت في حياتي، بتقول لأبي سفيان ما رأيت في حياتي يوما عظم فيه الحرم كهذا اليوم. فبيسألها ليه؟ ده كان يوم فتح مكة. بتقول له لقد تتبعت أصحاب محمد في الليل وفي النهار، فوالله منذ أن دخلوا هذا الحرم، في اليوم اللي دخلوا فيه الحرم ده يوم فتح مكة، والله بين راكع وساجد ومستغفر ومنكس رأسه تواضعا لربه سبحانه وتعالى. احنا عايزين ده يا جماعة هو اليوم اللي احنا ان شاء الله دي اخلاقنا ودي صفاتنا اللي احنا هنكون بيها ان شاء الله يوم 29 في ميدان التحرير بإذن الله تبارك وتعالى. عايزين نوري للناس كلها يا جماعة الناس الملتحية دي مش إرهابيين ولا حرامية ولا دجالين ولا بلطجية. انا مش شايل قنبلة تحت دقني، ولا شايل متفجرات تحت الطاقية بتاعتي دي، ولا شايل منشاكو او سيف في جيبي، لا والله. احنا عايزين ننزل النهارده يوم 29 ان شاء الله نوري للناس اخلاقنا، نوري للناس طباعنا، نوري للناس عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. كل اخ رايح باذن الله انا موقن ان مش هيكون في مليون، انا هيكون في 5-6 مليون، انا موقن باذن الله. رغم العدد الضخم ده كله احنا هنخش ميدان التحرير واحنا منزلين راسنا كده اهو متواضعين لله سبحانه وتعالى. عايزين نوري للدنيا كلها ادبنا واخلاقنا. عايز اقول احنا عايزين نروح ميدان التحرير زي ما الصحابه دخلوا مكه. انا مش بقول ان دي غزوه ودي غزوه عشان الكلام ما يتقطعش ويتنشر على النت ان دي غزوه ودي غزوه، لا مش بقول كده، ولكن انا بشبه اخلاقنا ان شاء الله في التحرير يوم الجمعه باخلاق الصحابه رضوان الله عليهم من فتح مكه. احنا هننزل التحرير ليه؟ هننزل التحرير أولا علشان ننادي بالقصاص العادل ممن قتلوا الناس في التحرير وقتلوا الناس في كل شوارع مصر. هننادي بالتعجيل من القصاص من هؤلاء الظلمة الذين ظلموا مصر سنوات طوال. الأمر الثاني هننزل التحرير علشان أقول للناس أنا خارج أعبر عن رأيي، ورأيي ان انا قلته في ايام الاستفتاء ان انا عايز انتخابات مجلس الشعب وبعد كده انتخابات الرئاسه وبعد كده الدستور. انا عايز النهارده ده اعبر عن رايي بكل ادب وبكل اخلاق وبكل احترام. انا مش عايز النهارده انا نازل التحرير كمان النهارده علشان اقول انا مش عايز حد يكون وصى عليا. انا ليا لسان بعرف اتكلم، اقدر اقول انا رايي كذا، وانا بقول رايي
ان الدستور يتأجل بعد انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، لما الناس تختار الناس اللي بتحبها وتثق فيها وتثق في دينها وفي امانتها. بعد كده يتعدل الدستور من لجان احنا عارفينها، مفيش ماده تتحط في الدستور غير لما اكون انا موافق عليها. انما لما تيجي مجموعه بسيطه جدا من الناس وتفرض وصايه على الشعب كله، نقول لهم اسفين احنا مختلفين معاكم، انتوا اجتهدتوا في الراي ده وانا مش معاكم تماما في الراي ده. انتوا قلتوا عايزين نعمل مبادئ فوق دستوريه، انا بقول ده رايكم ليكم بس ما تلزمنيش بالراي ده. ده رايك ليك، انت مش واصي عليا علشان تفرض عليا هذا الراي، ده رايك التزم بيه. ولكن انا نازل اقول لك ان ده مش رايي وده مش راي شعب مصر. شعب مصر النهارده بيقول ان اللي هيحط الدستور ناس من الشعب، مش طائفة معينة، 50 60 واحد هو اللي يحط لنا الدستور، وناس احنا ما نعرفش توجهاتها ولا نعرف هم عايزين ايه. وان كنا نوقن ان الناس دي هدفها نشر العلمانية في مصر والغاء هوية مصر الإسلامية. واظن ان الفيديوهات اللي موجودة الان على النت تثبت ده. الناس اللي طلعت استهزأت بالاذان، الناس اللي طلعت استهزأت بحجاب المرأة، الناس اللي طلعت استهزأت وقالت احنا مش عرب والمفروض نرجع، احنا مصريين ما احناش عرب، احنا مش مسلمين احنا اقباط، احنا مش عارف الكلام اللي كل يوم بيقال. لا يا جماعة، مصر الغالبية العظمى فيها مسلمين، هذه دولة إسلامية هويتها إسلامية. أنا نازل أوضح ده بكل أدب بكل أخلاق. عايز أقول رسالة تحذير لكل إخواننا اللي هينزلوا إن شاء الله من كل التوجهات الإسلامية. هتنزل القنوات الإعلامية العلمانية هتبقى موجودة بكثافة وهتحاول تستفز الناس علشان تقول هم دول الإسلاميين. إحنا نازلين علشان نقول لهم هي دي أخلاقنا وهي دي وهو ده حالنا اللي إحنا دايما ماشيين عليه: أدب، أخلاق، احترام، عبودية لله سبحانه وتعالى، وحسن خلق مع الناس. احنا مش نازلين علشان زي ما هم بيقولوا وكذبوا علينا ان احنا نازلين نطهر ميدان التحرير من اللي فيه، لا، ده انا نازل اقف معاك علشان ننادي بتعجيل القصاص من قتلة الناس او قتلة الشهداء، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احد. نازلين علشان مصر، نازلين علشان هوية مصر. أنا مش نازل أعادي حد، أنا مش نازل أضرب حد، أنا مش نازل أؤذي حد حتى ولو بكلمة، لا لا بنظرة والله. أنا مش نازل أذي حد، بل أنت إن شاء الله مطالبك ومطالبي واحدة إن شاء الله. إحنا اختلفنا، أنت بتقول الدستور أولا وأنا مش موافق على هذا الأمر، وهقول لك إن الغالبية العظمى لشعب مصر بيقول الانتخابات وبعد كده الدستور. إحنا اختلفنا في وجهة نظر، أنت لك رأيك وأنت حر، وده تفكيرك ودي طريقة تفكيرك، انت حر، ده رأيك انت خلاص متمسك بيه. ولكن انا بقول لك انا برضو انا ليا رأي، ورأيي ان ننزل اعبر عنه في هذا اليوم. عايز احذر شبابنا، اوعى حد يستفزك بكلمة. عايزين نضبط انفسنا تحت يعني درجة قوية جدا جدا جدا، مش عايزين اي حد يستفزنا بكلمة. يا جماعة هفكركم ان ايام حادث امبابة خدوا كلمة كده لواحد قال كلمة كده وقالوا هم دول الاسلاميين. احنا ان شاء الله نقول لهم يا جماعة لا، ان شاء الله الاسلاميين اللي موجودين في مصر كلهم، انا كازهري او مثلا السلفيين او جماعة الاخوان المسلمين او الجماعة الاسلامية او ايا كان التوجه، اي واحد بيحب دينه او الناس كلها عامة الشعب اللي هينزل ان شاء الله يوم الجمعة لانه بيحبوا دينه وعايز يقول ان مصر هويتها اسلامية اسلامية اسلامية. مصر دولة اسلامية، خارج علشان ينفذ الديمقراطية اللي انتوا ناديتوا بيها قبل كده. احنا خارجين نقول لكم يا جماعه انتوا لكم راي، خلاص انت ليك راي انت احتفظ بيه وانا ليا راي نحتفظ بيه. والديمقراطيه بيقول ان الاغلبيه هي اللي رايها دايما بيكون موجود. هي دي الديمقراطيه اللي انتوا كنتوا دايما بتتغنوا بها. احنا نازلين ان شاء الله عشان نوضح للناس طبعنا، اخلاقنا، سلوكياتنا. يا جماعه عايزين ان شاء الله كل ادب، كل احترام، كل اخلاق للكل. حتى وان اختلفت معاك في مساله، هذا الاختلاف ابدا لا يفسد للود ابدا قضيه. وانا عايز اقول كل اللي هيبقى موجود ان شاء الله في ميدان التحرير، عايز اطمن الكل اللي موجودين في الميدان الان وخايفين بسبب الاعلام الفاسد، الاعلام المضلل، الاعلام الكاذب اللي عمال يقول الاسلاميين نازلين علشان يبيدوا اللي موجودين في ميدان التحرير. هذه الرساله لكل انسان موجود في ميدان التحرير: انت اخويا، انت اخويا، ولو اكبر مني في السن انت والدي، ليك مني كل احترام وليك مني كل ادب. وزي ما قلت لك انا نازل اقول رايي زي ما انت قلت رايك، ورايك محفوظ طالما انت شايف ان ده الاصلح لمصر، وانا رايي محفوظ لان انا شايف ان ده الافضل لمصر. وهنرجع ونقول ان شاء الله تبارك وتعالى احنا الاثنين اوجه الاتفاق بيننا وبين بعض كبيرة جدا جدا جدا. وإن اختلفنا في مسألة من المسائل فمعلش كل واحد مننا يحفظ الآخر حرية التعبير عن رأيه ولا يتعرض أبدا للآخر بهجوم أو غير ذلك. عايز أقول
عايز اقول يا جماعه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، عايز اقول كل قريه كل مدينه كل مركز، يا ريت احنا عملنا فكره صغيره كده عندنا في المنصوره. الفكره دي ان احنا بفضل الله جمعنا عدد كبير جدا من الميكروباصات، وهتاخدوا الاخوه تنقلهم من المنصوره الى ميدان التحرير باذن الله. احنا عايزين نحشد كل الناس باذن الله على ميدان التحرير، علشان نقول للناس يا جماعه دي اراء مش اهل مصر بس، اهل القاهره بس، لا ده كل المحافظات باذن الله، كل المراكز، كل النجوع، كل القرى، كل العزب، كل الاماكن، الناس كلها خارجه تعبر عن رايها في ادب، في ود، في احترام، في اخلاق، في حاله يعني توضح بالفعل ان احنا ناس ملتزمين قوي بديننا، ملتزمين قوي بشرعنا، ملتزمين قوي باخلاقنا. ان شاء الله اللي عايز من المنصوره ان شاء الله هيتحرك معانا، كل دعاة المنصوره ان شاء الله طالعين باذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعه. اللي عايز يتحرك معانا ان شاء الله فاحنا هنتحرك، جمعنا اتوبيسات ان شاء الله هتنقل الاخوه باذن الله الى ميدان التحرير. يا ريت الاخواننا اللي هم من المنصوره ياخدوا الرقم ده علشان يتفقوا معانا لو عايزين يطلعوا معانا ان شاء الله. 019 99 44 22 7 019 99 44 22 7. وان شاء الله هننقل الناس لميدان التحرير مجانا ان شاء الله تبارك وتعالى. اللي عايز ان شاء الله يطلع معانا باذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعه. عايز اقول يا جماعه يوم الجمعه هي جمعه الادب والاخلاق واظهار الذل والافتقار بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. جمعه ان شاء الله الجمعه القادمه ان شاء الله هي جمعه لم الشمل ولم الصف باذن الله. الجمعه القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى هي جمعه اظهار الهويه الاسلاميه لمصر. الجمعه القادمه باذن الله تبارك وتعالى هي الجمعه اللي باذن الله تبارك وتعالى هيقول للشعب فيها كلمته ان هو محتاج انتخابات، ثم بعد ذلك الدستور. الجمعه القادمه باذن الله تبارك وتعالى اللي هتوضح للناس كلها ادبكم واخلاقكم وطباعكم. عايز اقول اوعى حد يستفزكم، اوعى حد يطلع منه كلمه. ارجوكم ضبط النفس، أرجوكم ضبط النفس، لأن هيبقى فيه 1000 كاميرا و1000 مليون كاميرا و1000 مليون مصور علمانيين منتظرين ياخدوا أخطاء الناس علشان يطلعوا يقولوا هم دول الإسلاميين. أنا يقين إن شاء الله اللي حصل في جمعة 8/7 من مشاكل وأزمات وشكل والكلام ده بإذن الله عمره أبدا ما يحصل في الجمعة القادمة، لأن هي دي جمعة حب ربنا سبحانه وتعالى، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب ديني، وحب الإسلام، وحب هويتي الإسلامية العربية، وحب هويتي الإسلامية العربية. الجمعة اللي هعبر فيها عن نفسي وهعبر فيها عن رأيي، وأرفض الوصاية من أي أحد، أرفض الوصاية من أي أحد إن شاء الله. يا جماعة يعني أنا سعيد جدا معاكم، يعني مع ختام هذه الحلقات قبل رمضان سعيد جدا معاكم، وإن شاء الله بإذن الله هتاخدوا إن شاء الله في رمضان فرصة طيبة جدا من الدروس اللي هتكون كل يوم إن شاء الله مع سلسلة جميلة سميناها إن شاء الله كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح أعمال. وعايز أقول لإخواننا شدوا حيلكم بقى الأيام دي إن شاء الله. كانوا يقولون رجب هو شهر رمي البذر، وشعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصاد. اللي ما لحقش يرمي البذر في رجب وما لحقش يسقي في شعبان، احنا لسه قدامنا 5 ايام ان شاء الله. سهل جدا انك ترمي باذن الله البذر، وسهل جدا انك تسقي، وسهل جدا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى اذا ربنا وجد من قلبك الاخلاص انك هتلاقي ده ان شاء الله في رمضان، وهتحصد في رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى. انا اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وان شاء الله يعني التقي بكم باذن الله. يعني انتوا هتشوفوني في رمضان بس انا مش هشوفكم، ولكن ان شاء الله التقي بكم باذن الله بعد رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لرمضان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يخرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أحبكم في الله، والله الأيام هتمر عليا صعب جدا أنا مش هقابلكم، ولكن إن شاء الله يهدي من هذا الشعور إن شاء الله أمل اللقاء بكم بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا إياكم من الفتن ما ظهر منه وبطن، وأن يبارك في أهل مصر وفي شعب مصر وفي كل الشعوب العربية وكل الناس اللي بتشوفني الآن في كل أنحاء العالم. حبيت أن أنا أقول لكم في نهاية هذا الدرس كل عام وأنتم بخير، بلغكم الله رمضان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يخرجكم من هذا الشهر وقد أعتقكم جميعا من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي أعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها